السلام عليكم. الموضوع النهاردة هتكلم عن كيف تحصل على الإقامة العقارية في تركيا. أنا لاحظت حاجة مهمة يا جماعة، وأنا بصور الشقق وبنزلها عندي على القناة بشوف تعليقات كتير. ناس بيقولوا لي يا علي، هو أنا لو اشتريت الشقة ديت هل أحصل على الإقامة؟ أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة مهمة. انا قلت بدل ما اكتب في تعليق كلمتين وممكن حضرتك ما تفهمنيش، يعني او انا عايز اوصل الاجابة الواضحة، قلت انا اعمل فيديو بحيث اشرح كل حاجة وكل حاجة تكون واضحة 100%. شوفوا يا جماعة، بالنسبة للإقامة العقارية هنا في تركيا، قبل كده كانت ب75,000 دولار، لكن دلوقتي القانون الجديد طلع قال الإقامة العقارية إنك تشتري شقة ب200,000 دولار، بناء عليها هتحصل على الإقامة العقارية. طيب أنا دلوقتي زي ما انتوا شايفين الأيام ديت بعرض شقق في المركز، في الفاتح، جنب محطة المترو، جنب السلطان أحمد، جنب جامع الفاتح، جنب محطة ترامواي يوسف باشا، الحسكي، فندق زادة. بأقل من كده ممكن مثلا ب50,000 دولار. لسه عارض واحدة في الفاتح، غرفة وصالة، دور أرضي مرتفع، كانت ب47,000 دولار مثلا. طبعا الشقة اللي تكون جنب الترامواي او المترو طبعا بتكون سعرها غالي، ممكن توصل ل100,000 دولار مثلا. طيب الناس يقولوا لي يا علي، طب احنا لو اشترينا شقة من اللي انت بتعرضها ديت، الله اكبر الله اكبر، لو انت يا علي اشترينا شقة اللي ب100,000 دولار ديت هل هنحصل على الإقامة العقارية؟ اقول لكم لا يا جماعة، القانون واضح. القانون بيقول انك انت ازاي تحصل على الإقامة العقارية لو اشتريت شقة ب200,000 دولار. وطبعا مش تشتريها في اي منطقة، في المناطق اللي الدولة سامحة فيها انك ايه، ان لو اشتريت الشقة دي تحصل على الإقامة. طيب امال ايه بقى فوائد الشقق اللي 70,000 دولار و100,000 دولار؟ ايه الفوائد بتاعتها بقى؟ اقول لك الفوائد. ناس كتير بيقولوا لي يا علي، مثلا احنا عايزين كده شقة صغيرة تكون في المركز. والله احنا بنيجي تركيا في السنة مرة بنقعد شهر شهرين، كده كده بيدونا التأشيرة الفيزا في تركيا، لنا الحق 3 شهور لما نيجي كل مرة نقعد 3 شهور في البلد. يقولوا لي بدل ما نقعد نستأجر مثلا في فندق، لا نشتري شقتنا ونقفلها بالمفتاح ولما نيجي نقعد فيها براحتنا. او مثلا قرايبنا مثلا نديهم المفتاح نستضيفهم عندنا في البيت، مفيش مشكلة. علشان كده انتوا بتلاقوني انا دايما بنزل الاسعار اللي هي تكون ايه متناول الجميع، سواء كانت ب40,000 دولار 50,000 دولار. والله لو لقيت حاجة كويسة ب30,000 دولار حتى اصورها وانزلها يا جماعة. هي ديت، انا بس حبيت اتكلم في النقطة ديت علشان ناس كتير بيقولوا لي يا علي هل الشقة دي تنفع للإقامة؟ يا جماعة القانون واضح. آه اللي يحصل على الإقامة العقارية لازم يشتري شقة ب200,000 دولار. طيب الشقق اللي أقل من 200,000 دولار ينفع تشتريها؟ أيوة. تشتريها إزاي؟ بجواز السفر بتاعك بس. بنترجم لك جواز السفر وبعد كده إيه بنمشي بقى في كل الإجراءات لغاية ما تاخد الطابو، كل ده في أسبوع إن شاء الله. طيب أنت لو شفت شقة أقل من 200,000 دولار ينفع تشتريها ولا لأ؟ يعني لو ب50,000 دولار، 60,000 دولار، ب40,000 دولار، ب70,000 دولار ينفع تشتريها؟ أيوة ينفع أشتريها. طب ينفع أشتريها وأقعد فيها؟ طبعا ينفع تشتريها وتقعد فيها. ما أنت لما بتيجي مثلا جواز السفر بتاعك بتخش تركيا بتقعد 3 شهور مثلا، ليك الحق تقعد 3 شهور وبعد 3 شهور تسافر.
طيب في ال3 شهور ينفع تقعد في شقتك؟ ايوه ينفع تقعد في شقتك، لكن الدولة مش هتديك عليها إقامة عقارية. الإقامة العقارية دي الناس بتجددها كل سنة أو كل سنتين. أتمنى إني أكون وفيت في الشرح إن شاء الله. ومن جوه قلبي حضرتكم لو أنتوا عايزيني أتكلم في أي موضوع إن شاء الله، يا ريت تكتبوا لي في التعليق يا علي اتكلم عن الموضوع ده، عايزين نفهم فيه أكتر. وفي نقطة مهمة جدا أنا عايز أقولها، الفيديو اللي جاي لو هيكون بكرة إن شاء الله هيكون بعنوان، عشان ناس كتير ما تعرفش الحياة في تركيا أو الناس بتسمع بس. أنا هتكلم في الموضوع ده بكرة، هتلاقوه على قناتي على اليوتيوب. علشان كده رجاء وليس أمرا حاولوا تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، أو أنتوا لو عايزين بحيث لما تشتركوا في قناتي على اليوتيوب أي فيديو أنزله هتلاقوه على طول يجيلكوا رسالة. او لو عايزني انا اي فيديو اعمله خاص بالعقارات ابعت لي رساله على الواتساب، قول لي يا علي يا جمال لو سمحت ابعت لي اي فيديو اي شقه انت بتصورها، ابعت لي على الواتساب، سواء كانت شقه سواء كانت فيلا سواء كانت مزرعه، مفيش مشكله خالص. ان شاء الله بكره انا هنزل لكم فيديو على قناتي بكره على اليوتيوب بعنوان هل يوجد عنصرية عند الأتراك ضد العرب أم لا؟ هتكلم فيه بكل وضوح، لأن أنا عايش هنا في تركيا بقالي 8 سنين. في حاجات مهمة جدا في الفيديو بتاع بكرة أشرحه لكم، والناس اللي عندي على الواتساب عندي لما أعمل الفيديو إن شاء الله أبعته لكم بكرة. أتمنى المعلومات اللي أنا قلتها بخصوص الإقامة العقارية تكون فادتكم إن شاء الله. ويا ريت لو في ناس مهتمين عايزين يعرفوا بخصوص الإقامة العقارية إزاي أو بكام، أو ينفع أشتري شقة أو لأ، طب لما أشتري ينفع أقعد فيها، تقعد فيها مفيش مشكلة خالص، لكن مش هتاخد الإقامة، هتقعد فيها بجواز السفر بتاعك بالتأشيرة بتاعتك وانت قاعد هنا. يعني بدل ما تقعد في الفندق وتدفع كل يوم في الفندق، عادي تقعد في شقتك اللي انت مشتريها. فأتمنى إن المعلومات دي تكون فادتكم، ويا ريت كمان تعملوا شير، ده باللغة الإنجليزية أنا آسف، يا ريت تعملوا مشاركة لهذا الفيديو بين أصدقائكم لعله يكون نافع ليهم بهذه المعلومات. تحياتي لكم، علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.